السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. فيديو هنتعرف فيه مع بعض على منافس النادي الاهلي وموعد مباراة ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري ابطال افريقيا بعد انتهاء الجولة السادسة في بطولة دوري ابطال افريقيا مرحلة المجموعات. ولكن قبل ما نبدأ وزي ما احنا متعودين ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بكم من جديد. وموعد المباراة بعد انتهاء الجولة السادسة من بطولة دوري ابطال افريقيا مرحلة المجموعات، ان شاء الله هيواجه النادي الاهلي احد الاندية التالية: الترجي الرياضي التونسي، مازيمبي الكونغولي، سيمبا التنزاني. وتقام مباراة الذهاب احد ايام 29 أو 30 أو 31 مارس المقبل، 29 أو 30 أو 31 3 المقبل، بينما تقام مباراة العودة أحد أيام 5 أو 6 أو 7 إبريل المقبل. وسيتم تحديد المباراة من قبل النادي الأهلي بعد إقامة قرعة دور الثمانية بالاتحاد الأفريقي في مقره بالقاهرة. وسيواجه النادي الأهلي أحد الأندية: الترجي الرياضي التونسي أو سيمبا التنزاني أو فريق مازيمبي الكونغولي. كل الدعم وكل التوفيق للنادي الأهلي في ذهاب وإياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد إجراء القرعة. ودي كانت حلقتنا عن منافس النادي الأهلي في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024. ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد. ودي كانت حلقتنا، وانتظرونا بفيديو جديد.